السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. مفاجأة كبيرة النهاردة هتسمعوها. مفاجأة فعلا من العيار التقيل. هتوجع ناس كتير، هتوجع الاخوات الكبيرة البنات. كانت في واحدة جارتنا عندها بنتين، واحدة مطلقة ومعاها عيلين، وبنت ما اتجوزتش، والبنتين شغالين. تقريبا واحدة مدرسة، والتانية اللهم صل على حضرة النبي اللي هي اللي معاها عيلين دي كوفيرة. جيراننا. ايه اللي حصل؟ ببساطة جدا، البنت المطلقة اللي معاها عيلين بتسيب طبعا عيالها في بيت ابوها. لما اختها تيجي من المدرسة بتراعيهم وبتاخد بالها منهم، زائد ان هم قاعدين مع والدتها ووالدهم في البيت، ويعني كويسين جدا وزي الفل والحمد لله. الناس سمعتها كويسة وزي الفل ومفيش حاجة عليهم. المشكلة مش في كده خالص. المشكلة ان البنت اللي هي ما اتجوزتش، اللي هي المدرسة دي، جالها عريس. مش عريس واحد بس، جالها كتير كتير خالص. اللي بيتقدموا كتير وبيمشوا كتير برضو. جم 10. اللي يجي ما بيرجعش تاني، اللي بيخش البيت ما بيرجعش تاني. ايه السبب؟ البنت سمعتها وحشة، اختها سمعتها وحشة، امها سمعتها وحشة، والدها عليه غبار مش كويس. مفيش. لا هم كجراء، لا ناس يعني بسم الله ما شاء الله 10 على 10. لا حد شاف عليهم حاجة وحشة ولا حد شاف عليهم أي حاجة. ناس كويسة جدا بسم الله ما شاء الله. المهم جت البيت. كل ما يجي لها عريس مش كل ما عريس، وزي ما بقول لكم كده، آخر عريس جه ولد. ولد يعني. ولما سمع عن البنت ان هي بسم الله ما شاء الله زي الفل، اصر ان ياخدها. وانتوا عارفين الايام دي الشاب عايز البنت المحترمة المؤدبة الكويسة اللي تعرف تصون بيتها وجوزها. طبعا هو كل حاجة نصيب، مش هنختلف على كده. المهم دخل البيت هو واهله واتقدموا تمام التمام، وفي نفس القعدة جاروا الفاتحة من اعجابه بالبنت وابوها وامها والدنيا دي. المهم بقى ماشيين طبعا بعد ما خلصوا الدنيا وشربوا الساجع والناس زغرطت زي الفل، وباركنا لهم وكل حاجة مية مية. مشوا. بعد ما مشوا جابلتهم واحدة بنت حلال. جابلتهم واحدة بنت حلال. دي فلانة فيها وأمها فيها وأختها فيها وي 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 وي. سبحان الله، زي اللي جاب له قبل كده. ما هي فلانة دي هي اللي جابلت العرسان اللي قبل كده، وجالت برضه وزمت في العروسة وأهل العروسة والكلام ده كله منها ربنا. المهم الولد ما اقتنعش بكلامها، لأن اللي شافه غير اللي سمعه. المهم البنت مشيت من هنا، وسبحان الله العظيم الولد رجع للناس تاني وقعد مع والدها لوحديهم. ويا حاج في واحدة جابلتني في الشارع، الأمر 1 2 3. يعني ما مشيش من بره وقال فكوا لي عدوا لي لا 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 لا. عشان هو شاف البنت واتعامل مع والدها ودخل البيت بصراحة ربنا يعني. المهم قعد مع والدها وقال له يا حاج جابلت الناس 1 2 3، وانا متمسك ببنتك وشاريها والكلام ده كله، ومش هسيبها رغم اللي سمعته، مش هسيبها. قال له طب يا حبيبي اوصف لنا البنت دي او الست دي اللي قالت لك الكلام ده، اوصفها لنا. وصفها له وقال له امارات فيها كتير والكلام ده كله. المهم الاب بص كده واستغرب وسكت شويه. قال له ماشي يا ابني، ربنا يبارك لك والكلام ده كله، وشكرا يا ابني، واحنا على العموم يا ابني كتر خيرك، وعايز تكمل على عيننا وراسنا، مش عايز تكمل براحتك. المهم قال له لا يا حاج، دي بنتك وبنتك وبنتك وبنتك، وميعادنا زي ما هو، ومش هسيبها والكلام ده كله. قال له بارك الله فيك يا ابني، سلام عليكم سلام عليكم. الولد مشي من هنا، اتكل على الله من هنا. وبعدها بشويه اختها جت. ما هو اختها ما كانتش حاضره الليله، وفي كل مره اختها ما بتحضرش الليله. ايوه.
ايوه زي ما انتوا كده متخيلين، ايوه زي ما تخيلتوا، واللي في دماغكم هو اللي حصل. بتسمع ان في عريس جاي لاختها، تتهرب ما بتحضرش، بتطول في الشغل الله اعلم، او اي حاجه زي كده، تستنى العريس بره وتروح بخاله السم. اختها الكبيره، ايوه اختها الكبيره، منافع اولادها، بتديهم دروس وتراعيهم ومخليه بالها منهم، وبتراعي امها وابوها، وهي بقى بتشتغل وزي الفل ومقضياها. لكن اختها تتجوز ليه؟ حرام. ايه اللي يجوزها؟ انت تقعدي كده غصب عن عينك تراعي ولادي وتوقف في حال اختك، يوقف، انا ماليش، المهم مصلحتي. ولا حول ولا قوه الا بالله. ده مش الولد اللي قال كده بس، لا، المواصفات بتاعتها. الراجل والد البنت سحب مراته وقال لها الامر واحد اتنين تلاته، وانا شاكك في بنتك الكبيره. هو جال مواصفات في بنتك الكبيره، وفعلا اللي جاله الولد والوصف اللي جاله الولد واللبس اللي لبسته البنت هو اللي دخلت بالبنت البيت. المهم خلصت القصة دي كلها وراحت دخلت البنت. بعد ما دخلت الأب أو بصلها بصة كده بس، خش. المهم خلصت القصة بعد ما دخلت البيت، وأمها خدتها جوه هي وأبوها، ونفضوها وعطوها من المنجي خيار زي ما بيقولوا. زائد ان جارتهم دي اللي كانت داخله عليهم وطالعه نزلت في الحال وراحت قالت لهم فعلا اللي حصل ايه. ابوها وامها مسكت لهاش، مسحوا بيها الارض، مسحوا بيها الارض بمعنى كلمه مسحوا بيها الارض. بس عملوا حاجه كويسه، ما جالوش لبنتهم الصغيره ان اختك عملت فيكي كذا وكذا. هتقولوا لي طب ما هتاخد دواء وهيعرف ان هي فجعت اسفين في اختها والكلام ده كله. هيتداوى، غيرانة، مش عايزاها تتجوز عشان مصلحة، هيتداوى. لكن شكله وحش، شكله صعب مش وحش. الأخت الكبيرة المفروض تكون قدوة وحصن لإخواتها، هي اللي عايزة تضيع إخواتها. كل واحد يخلي باله.